صباح الخير يا ولاد. تشارلي شابلن كاتب في مذكراته ان التربية طول عمره مؤمن ان هي مش بالتنظير انما بالقدوة، وعلل على ده موقف حصل مع والده وهو طفل صغير. كانوا رايحين يحضروا عرض السيرك وكان مبسوط جدا، بس كانوا واقفين في لاين بتاع الحجز بتاع التذاكر، وكان قدامهم أسرة كده مكونة من 6 أطفال وباباهم ومامتهم. شكلهم يعني لبسهم كان قديم قوي قوي لكن نظيف قوي قوي. الأحذية بتاعتهم كانت هشة قوي لكن مترتبة جدا جدا جدا. جه الدور عليهم علشان يحجزوا بقى التيكت بتاعتهم ويدخلوا، فالموظف بتاع التذاكر الظاهر يتكلم مع الأب ده، فالأب اتحرج، بدأ يوشوش في مراته وحس كده انه ارتبك شويتين. فبابا تشارلي شابلن عمل ايه؟ راح مطلع 20 دولار من جيبه، وهو ده المبلغ اللي كان يملكه وقتها، وقعها في الأرض وقال للراجل اللي قدامه اللي هو مع أسرته، قال له ال20 دولار دي وقعت منك. فالراجل اتأثر جدا، وبيقول في المذكرة بتاعته انه دمع وشكره واخد التذاكر بتاعته ودخل، والولاد كانوا فرحانين كأنهم رايحين حاجة عظيمة جدا، داخلين هيعيدوا، مبسوطين مبسوطين وفرحانين وبيتنططوا. وساعتها بابا تشارلي شابلن أخده وانسحبوا في هدوء ورجعوا البيت. ليه؟ لأنه هو كان لا يملك في جيبه إلا ال20 دولار دول. فهنا بيأكد على إنه التربية مش بالتنظير، التربية بالقدوة، وإنه لحد سنه الكبر، يعني لحد ما خلاص مات، ما قدرش ينسى موقف زي ده وفضل عالق في ذهنه لآخر لحظة في حياته. بس صباحكم زي الفل.